بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن انواع المتغيرات في البي اتش بي. احنا اتكلمنا قبل كده عن التعريف والاعلان، واتكلمنا عن ان المتغير له اسم ونوع وقيمة. هنتكلم النهارده على النوع. انواع المتغيرات في البي اتش بي على عكس كل اللغات اللي انا كنت ذكرتها قبل كده ومن ضمنها السي شارب، ان في البي اتش بي ما مش بتحدد نوع المتغير لما بتيجي تعلن عنه. تمام. طيب احنا عايزين نعرف انواع المتغيرات علشان بعد كده لما نيجي نتعامل او لما نيجي نشرح بعد كده يبقى الصورة واضحة قدامنا. هعمل متغير اسمه نيم وادخل فيه مثلا تمام بالشكل ده. هعمل متغير اسمه نم 1 مثلا 10. طبعا الارقام مش بتتحط ما بين على اقواس، بتتحط زي ما هي، لان لو حطينا ما بين اقواس تتعامل معاملة النصوص. هنعرف الكلام دلوقتي. نم 2 يساوي مثلا 10.5 مثلا. البول يساوي فولس. تعالوا نتعرف على الانواع دي. اول نوع اللي هو ما بين الاقواس ده بيبقى string، نوع نص string. تاني نوع اللي هو الاعداد الصحيحة بتبقى integer، نوعها integer. تالت نوع اللي هو الاعداد وفيها كسور تبقى double او float or double. float طبعا الاعداد اللي فيها كسور بس اعداد مش كتيرة. double بقى اللي هي الاعداد الكبيرة جدا. يعني مثلا لو كتبت بالشكل ده، ده يبقى double مش float. تمام جميل. اخر نوع اللي هو البول او البوليان، اللي هو بيدخل فيه قيمتين يا فولس يا ترو، يا اما فولس، يعني حقيقي يا مزيف. وده بيستخدم في المقارنات، ده اسمه بوليان. تمام. يبقى عندي هنا انواع اساسيه string integer float or double، وعندي بوليان. طبعا زي ما قلت ان الاعداد مش بتتحط ما بين اقواس، لان لو اتحط ما بين اقواس يبقى تتعامل معاملة السترينج. يعني لو عملت انا كده بالشكل ده، العدد ده ما يبقاش انتجر، ده يبقى string، نتعامل معاه على انه string. تمام. ان شاء الله هشرح بقى بعد كده الفرق ما بين الاقواس اللي هي الدبل، الاقواس اللي هي الزوجية والاقواس الفردية، والفرق ما بينهم ان شاء الله.